السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاع دلوقتي طبعا بعد خلاص ضمان مصر صعود كأس العالم لأول مرة في تاريخها على إيد أحد أساطير كرة القدم المصرية حسام حسن. فأنا هتكلم شوية كده عن موضوع حسام حسن. حسام حسن أول مدرب يجي في تاريخ مصر بناء على رغبة الجماهير. تاني، أول مدرب يجي يدرب منتخب مصر بناء على رغبة الجماهير. ليه؟ حسام حسن لما جه اتحاد الكرة جابه علشان يغطي على فضيحة أحد الأعضاء اللي كان في اتحاد الكرة، طبعا كلنا عارفين. وعشان يخلوا الناس تبطل تتكلم في الموضوع جابوا حسام حسن، لأن الجماهير في الشارع الرياضي كانت بتنادي بيه. فحسام حسن جه، واتحاد الكرة نفسه كان مستني لحسام حسن على أي غلطة. أي غلطة حسام حسن أو أي هزيمة لمنتخب مصر حسام حسن كان هيتشال، وكل الشعب المصري كان متأكد من كده. وسبحان الله، لأن هو يستحق مكانه. نجح في تصفيات كأس وصعدنا كأس الأمم، ونجح في تصفيات كأس عالم وصعدنا كأس عالم، بدون ما نقعد نهري وننكد في نفسنا زي كل بطولة وكل تصفيات ونخش في حسابات البرن. لازم نفوز على كذا عشان خاطر نصعد كذا، ولازم نعمل كذا عشان والفرقة التانية تدخل جون. كل بطولة كاس او كاس عالم تصفيات كنا لازم كشعب مصر نقعد نبص للحسابات دي. حسام حسن جه، صعدنا افريقيا بسم الله الرحمن الرحيم كده، من غير لا حسابات ومن غير اي حاجة. ونفس الموضوع صعودنا لكاس عالم برضو نتائج وزي الفل والحمد لله مية مية. صعدنا كاس عالم ورحنا كاس اي نعم لم نوفق في كاس الامم وخسرنا. وهنا بقى كانت النقطة الفيصل، يا ترى اتحاد الكورة هيكيله عشان خاطر خد رابع كاس ولا نسيبه عشان الليلة تكمل ونسكت؟ وسبحان الله فضل مدير فني لمنتخب مصر، وبيصعد بمنتخب مصر لأول مرة في تاريخنا من دوري المجموعات ونصعد للدور اللي بعد كده. طبعا المجموعات كانت قبل كده دور ال 32، لكن دلوقتي بنلعب مجموعات ال 64، ولكن صعودنا من دور المجموعات عمرها ما حصلت الا على ايد حسام حسن كابتن منتخب مصر، اللي برضه هو اللعيب اللي لعب كاس عالم 90. يعني لعب كاس عالم 90 لما كان لعيب مع كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، وصعد بمنتخب مصر وهو مدرب كاس عالم 2026، ومعاه برضه في الجهاز ابراهيم حسن اللي هو كان بيلعب في نفس كاس العالم 1990. فسبحان الله، يعني سبحان الله. ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. بامانه الايه ديت تنطبق على الظروف اللي جه فيها حسام حسن ومسك منتخب مصر، والظروف اللي مخليه مكمل مع منتخب مصر. وسبحان الله هو حسام حسن من ساعه ما كان لاعب، وهو احنا كل الاهلاويه والزملكاويه بيقولوا ان اللعيب دوت امه داعيه له في ليله القدر. كلنا كنا بنقول حسام حسن كده. حسام حسن افريقيا 98 لعيب كان بيعتزل، كابتن محمود الجوهري خده وضمه لمنتخب مصر 98، ومن لعيب كان هيعتزل خلاص نجم في البطولة وهداف البطولة مع مكارثي. ومكارثي ساعتها كان مش عارف عنده 21 سنة 18 سنة حاجة كده، يعني كان لسه طالع ناشئ في جنوب أفريقيا، وياخد حسام حسن هداف البطولة. 2006 لما اتعملت البطولة في مصر سبحان الله حسام حسن هو اللي يبقى موجود وهو اللي يشيل كأس الأمم الأفريقية في مصر مع كابتن حسن شحاتة ربنا يديله الصحة. فسبحان الله هي لكل مجتهد نصيب، وهو كابتن حسام حسن مجتهد في شغله، سواء اما مسك الزمالك، لما مسك المصري، لما مسك في بيراميدز وربنا كرمه، وما مسك قبل كده في منتخب الأردن.
وبرضه لما مسك منتخب مصر. ولكن صعود منتخب مصر على ايد كابتن حسام حسن اللي جه رغما عن انف اتحاد الكرة ونزولا على طلب الجماهير. سبحان الله حسام حسن بينجح وبيصل الى دور ال 32 او بيعدي مرحلة المجموعات. وان شاء الله لو ربنا سهل ولو الفرقة اللي بنقابلها في دور ال 32 من الفرق اللي احنا بنشوفها مش فرق كبيرة، ان شاء الله نصعد الدور 16 كمان. طبعا لسه باقي المجموعات هتتلعب ولسه الليلة كبيرة، والله اعلم برضه هنصعد اول ولا تاني. لسه الماتش الاخير مع ايران هيحدد حاجات كتيرة، ويكفينا فيه التعادل ان شاء الله عشان خاطر نصعد اول مجموعة. بالتوفيق لكابتن حسام حسن وللجهاز الفني ولكل واحد ساند منتخب مصر وساند العميد علشان خاطر منتخب مصر، مش عشان خاطر مصالح شخصية، علشان خاطر اسم مصر، مش عشان خاطر اسم شخص. طبعا كلنا عارفين الاسماء اللي حاربت حسام حسن من ساعة ما جت، سواء لعيبة سابقة، سواء اعلاميين عاملين نفسهم اعلاميين وهم مش اعلاميين، وسواء اشخاص. شابوه حسام حسن، شابوه الجهاز الفني اللي مع كابتن حسام حسن، وفعلا المصريين استحقوا الافضل دائما.